انتصر القرش أخيرا. نعم، لقد عبثوا مع القرش، والأخير يعرف أعماق البحار أفضل من أسماك السردين الصغيرة. بعدما وقفت الفيفا والويفا في وجهه، وحتى بعض رؤساء دول أوروبية ورؤساء روابط، الدون فلورنتينو بيريز هزمهم جميعا في محكمة العدل الأوروبية التي حكمت لصالح مشروع السوبر ليغ. القرش انتصر لكرة القدم، فكرته التي دافع عليها لسنوات وسنوات رغم ضغوط الويفا والفيفا والاتحاد الإسباني، لكنه لم يستسلم واستمر حتى النهاية وأثبت أحقية البطولة. لكل مجتهد نصيب، ونصيب هذا الرجل شيء عظيم يستحق الثناء على مجهوده. فلورنتينو بيريز يملك أفكارا لا تمر مرور الكرام، دائما ما يترجمها إلى واقع لا يلبسه غموض أو شك. لقد خاض حربا ضد عمالقة الاحتكار والنفوذ وانتصر عليهم جميعا. رجل ترفع له القبعة ويستحق كل المديح. صحيح أن قرار المحكمة لا يعني إقامة البطولة، ولكن شرعيتها أصبحت موجودة على الأقل، حيث أن المحكمة الدولية أقرت بأن الاتحاد الأوروبي خالف القوانين بحرمان الأندية من تأسيس السوبر ليغ. وبحسب آخر التسريبات والتقارير، فإن نظام السوبر ليغ الجديد يتكون من 64 فريقا مشاركة يتضمن 3 درجات مختلفة: دوري النجوم، الدوري الذهبي، والدوري الأزرق. الفرق المشاركة ستكون مبنية على النتائج ومستواهم في الدوري المحلي، ولن يكون هناك فرق مشاركة بدون استحقاق. كذلك لا يوجد فريق يضمن مشاركته للأبد، بل سيكون هناك هبوط وصعود بين الدوريات الثلاثة.